فكر تصبح غنياً. ملخص صوتي لمدة 5 دقائق مرحباً بك. اليوم سنلخص معاً كتاب فكر تصبح غنياً لنابليون هيل، أحد أشهر الكتب التي تتحدث عن كيف يمكن للأفكار والعادات والإيمان بقدراتك أن تصنع النجاح. هذا ليس كتاباً عن الثراء السريع، بل خريطة ذهنية تساعدك على تحويل الرغبة إلى إنجاز. لنبدأ الرحلة خطوة بخطوة. أولاً، المحرك هو الرغبة. تخيل أن الرغبة هي محرك السيارة، بدونها لا يتحرك شيء. يقول هيل إن النجاح يبدأ برغبة ملتهبة وواضحة، ليست أمنية غامضة، بل هدفاً محدد. ماذا تريد؟ كم تريد؟ ماذا ستقدم في المقابل؟ ومتى؟ اكتب هدفك واقرأه يومياً. هذه الوضوح يمنحك اتجاهاً ويبقي المحرك يعمل. ثانياً، تغذية المحرك. الإيمان والتأكيدات. الرغبة وحدها لا تكفي، تحتاج إلى إيمان. ليس إيماناً دينياً بالضرورة، بل ثقة داخلية بأن أفكارك وجهدك سيقودانك إلى النتيجة. ويقترح هيل استخدام التأكيدات، عبارات إيجابية تكررها لنفسك، مثل الرياضي الذي يتخيل لحظة الفوز قبل المباراة. مع الوقت يغير هذا حديثك الداخلي ويقوي سلوكك. ثالثاً، إضافة الأدوات. المعرفة المتخصصة والخيال النجاح يحتاج إلى معرفة، وخاصة معرفة عملية متخصصة. لو ينقصك شيء تعلمه أو تعاون مع من يمتلكه. ثم يأتي الخيال، ورشة العمل التي تتحول فيها الرغبات إلى خطط. هناك خيال تركيبي، استخدام أفكار موجودة، وخيال إبداعي، أفكار جديدة كلياً. استعملهما معاً لتصميم خطتك. رابعاً، المخطط، التخطيط المنظم ومجموعة العقل المدبر. الهدف دون خطة مجرد أمنية. يشدد هيل على التخطيط الواضح، خطوات مجربة قابلة للتعديل. ابدأ بخطة، جربها، عدلها، ولا تخف من الفشل أو من تغيير المسار. ويضيف فكرة العقل المدبر، مجموعة صغيرة من الأشخاص تثق بهم، تتبادلون الخبرات والطاقة. التعاون يصنع قوة أكبر من جهد فرد واحد. خامساً، القرار والمثابرة، القيادة وسط العواصف. أحد أكبر أعداء النجاح هو التردد. قرر بسرعة وغير ببطء، ثم اثبت. كثيرون يتوقفون قبل الوصول بلحظة. المثابرة هنا مثل قيادة السيارة وسط عاصفة، تحتاج ليد ثابتة على المقود بينما الآخرون يستسلمون. سادساً، الرافعات الخفية، العقل الباطن والدماغ. العقل الباطن يلتقط ما تغذيه به، خوف أو ثقة. العادات التي تكررها تنتقل إليه تلقائياً. ويصف هيل الدماغ كمحرك وهوائي في نفس الوقت، يعالج الأفكار ويلتقط الإلهام. الدرس العملي، احمي ذهنك، كون عادات مفيدة، وابقى متفتحاً للأفكار الجديدة. سابعاً، مصدر طاقة مفاجئ، تحويل المشاعر القوية. يتحدث هيل عن تحويل الطاقة العاطفية مثل الطاقة الجنسية إلى قوة إبداعية ومنتجة. المعنى الأوسع، المشاعر القوية عندما توجه تصبح وقوداً مذهلاً للعمل. ثامناً، الشرارة الأخيرة، الحدس. الحدس هو الحاسة السادسة لدى هيل، تلك اللمعة المفاجئة التي تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. غالباً يأتي الحدس بعد استعداد طويل وتفكير هادئ وتكرار. هو عقلك يربط النقاط خلف الستار. مثال مبسط، صانع الطوب. تخيل صانع طوب يريد تأسيس مصنع. يكتب هدفه، كم ينتج، كم سيحتاج مالاً، ومتى يريد تحقيق ذلك. يردد هدفه كل صباح، يتعلم ما ينقصه، يتعاون مع أهل الخبرة، يتخذ قرارات واضحة، ويواصل حتى عندما تقل المبيعات. بمرور الوقت تتحول رغبته الواضحة وإيمانه وتخطيطه ومثابرته إلى مصنع حقيقي. هكذا يرى هيل النجاح، خطوات صغيرة ثابتة متواصلة. ملاحظات مهمة، الكتاب قديم ولغته وبعض أفكاره تعكس زمنه. النجاح لا يعتمد على العقل فقط، بل على البيئة والفرص كذلك. استعمل مبادئ هيل كأدوات عملية، لا كتعويذات سحرية. اجمع بين الإيمان والعمل والتعلم والأخلاق. الخاتمة، الرسالة الأساسية. إذا كان هناك شيء واحد يجب تذكره فهو: حدد ما تريد بوضوح، آمن به، خطط له، وواصل حتى يتحقق. ابن شبكة دعم وتعلم، وأدر حديثك الداخلي، ووجه طاقتك نحو ما يهم حقا. عندما تجتمع هذه العناصر تبدأ أفكارك في تشكيل واقعك. شكرا لاستماعك. الآن اكتب رغبتك الحقيقية، ثم خذ أول خطوة نحوها.